أنا وجدت صراحة يعني استقبال جدا حار أبهرني. أو هن بيعتزوا بفلسطينيتنا. يعني الطرف الثاني عندما يكون متفهم للقضية الفلسطينية صح يتعامل صح. طبعا. أكيد يعني إحنا عندنا مشاكلنا الخاصة بالداخل إلا بتمنعنا من التواصل مع بعض الدول العربية نتيجة أنه ما في علاقات دبلوماسية. صحيح. لكن مصر مثل ما أنت عارف يعني في علاقات دبلوماسية، وهذا الحكي ممكن أنه ساعدنا بالوصول هناك. يعني أنا بلاقي أنه مثلا كمان الأردن يعني الرئة الثانية للشعب الفلسطيني ما في والمتنفس فرق الآخر. يعني. أنا ما بشعر حالي مثلا موجودة في بلد غريب، بالعكس أنا عن جد بشعر بشكل شخصي كإيمان مصاروي موجودة في بلدي في وطني. صحيح. لا يعني عندي كتير برامج سويتها في الأردن وكانت من أروع البرامج. أعتقد أنه إلي جمهور كمان جمهور جدا ممتاز. الشهر القادم مثلا عندي افتتاح لمعرض صور مع زميل شاعر أيضا فلسطيني في نص عمان. يعني في تواصل. نعم في تواصل ثقافي. اليوم صفى التواصل الثقافي بالنسبة للمثقفين هو متنفس جدا هام بالقصيد. صحيح. ونحن نسعى له عمليا، نسعى له بشكل جدي جدا. وبدأنا ببرامج اللي هو برامج تبادل الثقافات من الداخل الفلسطيني أو حتى في الأراضي الفلسطينية عامة العواصم الدول العربية، منها الأردن، منها القاهرة مصر، منها في المغرب العربي تونس. مثلا أنا كنت في تونس، كنت في المغرب. يعني بعتقد إنه هون إحنا المفترض نبدأ حتى ربما يكون مشوارنا للسياسيين نموذج. لا أيضا إنه إحنا ليش كمثقفين ما نحط خطة إلا يتعلموا منها السياسيين. صحيح. زي مثلا كثير من الشخصيات العامة السياسية والفنية بتحاول أنه تدخل على الداخل الفلسطيني، على الأراضي الفلسطينية، ويهاجموا للأسف. يعتقد أنهم من جماعة التطبيع زي ما للأسف. بتقولهم. دكتور كمال، يعني زي ما تفضلت ستنا هنا، يعني نعم. قبل فترة بخصوص برنامجكم حضر الفنان لطفي بوشناق وتم مهاجمته من أكثر من جهة. لطفي بوشناق وغيره من الشخصيات السياسية والفنية. حاب تحكي لنا شو اللي صار بالضبط، أو شو اولا يعني توضح تصور للناس. الجمهور هلا راح يشوف يعني جزء من الحفل امام هذه الشاشه. طبعا رح يتم شاشه عرض فلسطين، شاشه كل صحيح. فلسطين اللي هي عوده. وبرجع بقول تسميه عوده فيه الكثير من العمق. هذا الحفل اخي هو في يوم السبت السابق. الحفل بحضور كان 1000 شخصية عامة، بلوحة تعددية كاملة متكاملة من النقب حتى قرية الغجر. قرية الغجر هي الحدودية التي هي سورية، هي جزء منها مع لبنان وتحكم من إسرائيل. يعني يعني تعرف كل شغلة عندنا إلها قصيدتها. كل شيء عندنا هناك في فلسطين يا أخي له رواية خاصة طبعا. سبحان الله. الحفل طبعا حضور الفنان الكبير لطفي بوشناق الى الحفل الى الداخل الفلسطيني كان انا بقول هو ضربه معلم من شخص زي لطفي بوشناق، يعني بوضوح انه يكسر هذا الجمود. نعم. يا اخي التطبيع، لو جينا نسال بعضنا ما هو التطبيع؟ التطبيع انك تعيش الحياه طبيعيه. ممتاز. صحيح. عظيم. الحياه الطبيعيه مع من؟ مع الاخ واخوه وابن عمه بهذا الاتجاه. الحياه الطبيعيه. طيب نحن الشعب الفلسطيني القوميه 5 اشياء. القوميه تاريخ ولغه وجغرافيا وعادات وتقاليد. صحيح. واحساس. وبتصور ابن القدس كابن تونس، كابن القاهره، كابن عمان. هذه القوميه جميعنا نصب يعني مع بعضنا البعض. اذا اين هذا التطبيع؟ يجب على المثقف التي تحدثت عنه الان، لانه نخبه. يعني ويل امه لم تصنع ابطال قيل سابقا، والآن كلها أبطال. لا، الآن ويل أمة لم تصنع مفكر يأخذ هذا المركب إلى بر النجاة. فأيها المثقف تعال نتحاور هذا الموضوع. أنت تتحدث عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إنه حق شرعي لكل مسلم أن يزور المسجد الأقصى المبارك. وأيضا كنيسة القيامة هي بنفس الاتجاه. فإحنا أين هذا التطبيع؟ يجب. أنا بتصور بعد حضور الفنان لطفي بوشناق، وبكل أسف تمت مهاجمته بعد دخوله إلى الأراضي الفلسطينية،